الحمد لله من بعد ما غطينا ما يقارب 800 دواوير 300 أسرة ولله الحمد. جينا مدينة الدار البيضاء اولا للاطمئنان على الحاله الصحيه ديال الام ديالي، وثانيا باش نتقداو 1000 منطقه اللي القيمه ديالها 10 المليون، وناخذوا خيام كبار باش الناس ان شاء الله نقدروا نعاونوهم فين يوليو ينعسوا، لان الشتا جايه. حنا في طريقنا الدواوير المجاوره لمدينه تارودانت تلاقينا بهذا الاخ الله يجازيه بخير، الدكتور ديالنا الشيخ المعروف الله يجازيه بخير. اش غنقول لكم الاخوان، راه ما كان في خبرنا والو، وقفنا غير باش نفطروا، جايين نطلعوا في الطوموبيل فاذا بنا كيقترح لنا واحد الفكره، تيقول لنا واش كتعرفوا شي دواور اللي محتاجين العلف ديال المواشي وفي اطار الرفق بالحيوان. فكره رائعه. تفضل يا استاذ. ونسال الله عز وجل ان يبارك في جهود اخي العزيز الشكاره. الله انا اللي جيت سلمت عليه. الله الله يبارك فيه. وتنفتخروا بمثل هاد الشباب شكرا اللي كيساهموا وتيوقفوا في مثل هذه المواقف هذه. نسال الله ان يقبل جهوده هو والفريق اللي داير به، لان كلهم ان شاء الله شباب نحسبهم من الصالحين والله حسيبهم. انطلقت هذه الفكره هذه لان المغاربه الله يجزيهم بخير كلهم اجتهدوا باش يعاونوا خوتهم، لكن الانسان وخلق الانسان نسيا، ففكرنا في الحيوانات، في البغال، في الحمير، لان الانسان مشغول بالانسان، احنا امه الرفق بالحيوان. فانطلقت هذه المبادره اللي قبل 3 ايام، استجب لها رجل واحد عنده مصنع اتصل بيا قال لي انا غنصير 30 طن وغنصاوب كومبريمي خاص بالبهايم، وياكلوه البهايم وياكلوه الغنم والبقر والماعز. فسبحان الله العظيم صاوبوا كامل الامس وصيفطوا لنا ها هويا، وصلت حتى فلوس الخدامه الله يجزيه بخير اللي غيعدلوا، وحنا وصلنا لهنا كنوزعوا، والتقينا مع هذا الشاب الكريم الوسيم، وحنا في اطار التعاون مع الخير، في اطار التعاون مع الخير ما نوقفوش الخير ابدا. خلاص هادشي خطير اخوتي، هادشي خطير بزاف. خطير، الناس مكرفصه بزاف، وهادشي اللي وقع الضربه اللي ضربت ديال الرابو انا ما عمرني شفت هادشي هذا. واش عمرك مشيتي في شي طريق بحال الطريق اللي ضربتي اليوم؟ مشيت للاطلس، كنت ديما كنمشي للاطلس، ولكن هادشي اللي شفت هنايا خطير، خطير جدا اخا. يلا الناس كتعاني لواحد الدرجه اللي ما تجيكش تصورش. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظه. غنسالو معكم اخوتي هذه الحلقه بواحد الفرحه وبواحد الخبر زوين، اللي هو ان هذا الدوار تم التغطيه ديالو الحمد لله. قمنا بتغطيه 800 دوار بالمواد الغذائيه وبالالبسه كما كتشوفوا بالافرشه، وحتى بدوك الضالوات اللي كتشوفوا 12 الساعه 12 ف 13 ضالو ديال داك الشابيطو كبير. فالحمد لله لقينا الحل، ما نجيبوش حل جذري، ولكن حاولنا اننا ننقذوا خوتنا. وشكرا لاي مغربي حط يده في هذا العمل الخيري.